لما بنكون عايزين ناكل بيتزا قدامنا حاجة من الاتنين، يا ندفع مبلغ كبير ونشتريها من بره عشان ناكل بيتزا حلوة، يا نتعلم عجينة حلوة وتدينا طعم حلو ونكونوا راضيين عنه وبالهشاشة بتاعت بره. وهو ده اللي هقوله لك النهاردة بعد ما نسمي الله ونصلي على الرسول. ومعنا معلقتين من السكر، عليهم معلقة من الخميرة، عليهم معلقتين من الدقيق. دقيق يا بسوم، دقيق يا حبيبتي. هنعمل محسن خبز حلو، عليهم كوباية مية دافية بالشكل ده كده. ايوه كده، خدنا كوباية مية وهنركن النص التاني. هنقلب الخميرة حلو بتاعتنا بالشكل ده كده وهنغطيها ونركنها على جنب. وتعالي بقى يلا هنجيب كيلو الدقيق، وده كيلو دقيق. انا النهاردة اخترت النوعية دي من الدقيق. يلا بقى تعالي هنفضي الدقيق بتاعنا كده، هنديله نخلة سريعة بالشكل ده كده. ايوه كده، انزلي عليهم بمعلقتين من لبن البودرة، ولو ما عندكيش ما يهمكيش، عليهم معلقة من الزعتر، وادي ربع معلقة من البيكنج باودر، وادي ربع معلقة صغيرة من الثوم البودر، وده بصل مجفف شرايح. ما عندكيش ما يهمكيش، حطي بصل بودر، ما عندكيش برضو مش هيفرق معاكي. هنحط ننزل كده بمعلقة ملح صغيرة، وادي علبة زبادي بتديها طراوة وبتدي اللقمة طعم حلو. ربع كوباية زيت نباتي، ولو عايزة تبدليه بزيت زيتون مش هنختلف. بيضة بتعزز معانا الطعم وبتدينا عجينة حلوة. هننزل عليها بمعلقة خل عشان ما يكونش معانا اي ريحة زفورة. هننزل بالخليط بتاع الخميرة بتاعنا كده، وحاولي تنزلي كل الكمية علشان المكونات بتاعتك تكون مظبوطة. هنديها تقليبة حلوة. عندك عجان اعمليها في العجان زي ما انا كده هعجنها في العجان، ما عندكيش يبقى مش اقل من 12-15 دقيقة تفضلي تعجني فيها. بعد ما عجناها هننزل عليها كده بمعلقة كبيرة من الزبدة، والزبدة بتديها طعم حلو. يلا عجناها، بصوا بقت معانا عجينة عاملة زي الاستك بالظبط، عجينة مطاطية جميلة. يلا غطيها بقى وسيبيها تخمر. وطبعا على حسب درجة حرارة المكان عندك، هي هتاخد نص ساعة، في الشتاء ممكن تاخد ساعة الا ربع ساعة، فدي حاجة ايه ترجع للمكان اللي انت فيه. يلا بقى في الصينية بتاعتك، وده كان صاج 30 في 30 او 30 في 40 حاجة زي كده. خديته دهنة زيت ورشيت عليه رشة من دقيق السميد، ودقيق السميد ده اختياري يعني مش اجباري. وهتشوفي كده لما هعمل الصينية التالتة هدهنها دهنة زيت بس خفيفة وخلاص. قسمت العجينة لتلاتة عشان تديني 3 بيتزات كبار، وممكن تخليهم انتي 4، ممكن تخليهم 5. في الطبيعي ان الكيلو بيبقى 5 بيتزات حجم صغير وحلو، انما انا عملت 3 كبار زي ما انت شايفة كده. بنسيبها ترتاح 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق بنفردها كده من جوه لبره زي ما انت شايفة بالطريقة دي. هاتي بقى شوكة وخرميها. ليه بنعمل الحركة ديت؟ عشان ما ينتفخش معانا العجين في الفرن وتبقى عاملة معانا تقلب معانا كيك او ورص او الحاجات دي. لا، احنا عايزينها عجينة حلوة كده زي ما انت شايفة. نزلت طبعا بالجبنة، والجبنة طبعا اختياري، عاوزاها كتير عايزاها شوية حاجة ترجعلي. اما بالنسبه للحشوه بقى، فالحشوه دي حاجه ترجع لي. انا كان عندي هنا شويه فراخ معموله شاورما، فنزلت بيها مره واحده وما احتجتش ان انا اعمل صلصه ولا اي حاجه زي ما انت شايفه كده. يلا بقى ايه افرديها، ويلا نعمل التانية عملتيها ايه يا بسوم؟ عملتها لحمه. كان عندي برضو حبه لحمه كده مركونين، وهننزل بيهم بالشكل ده زي ما انت شايفه. وطبعا ارجع واقولك الحشوه اللي انت تحبيها حطيها، دي اختياري. هننزل بجبنه كده زي ما انت شايفه، والجبنه براحتك، كتري وبلاش تستخسري. عايزه توفري برضو حاجه ترجع لك. انا اهم حاجه عندي النهارده ان انا اديكي عجينه فعلا تدعيلي عليها وهتعجبك، وهتبطلي تشتريها تاني من بره بالشكل ده كده. يلا يلا نعمل التالتة. الجميل في الموضوع بقى النهاردة ان من بواقي فعلا التلاجة ممكن تخترعي اي بيتزا. اي بيتزا عندك، عايزاها جبن، عايزاها خضار، عايزاها لانشون، عايزاها سوسيس، لحمة، فراخ، اي حاجة متاحة عندك. حتى لو عندك علبة تونة تقدري تصفيها
وتعمليها برضو بالشكل ده. انا عملتها جبنه وزيتون هنا، وكان عندي كام حته سلامي. مش انا قلت لكم النهارده هنلم اللي في التلاجة كله وهنعمل بيه. بدخلها الفرن 10 دقايق كده على نار حاميه زي ما انت شايفه كده. خلاص بتبقى استوت معايا. هطلعها في اخر 5 دقايق، هنزل على وشها كده بالجبنه معانا زي ما انتوا شايفين، وهندخلها كمان 5 دقايق هتطلع معانا بالجمال ده كده. دي لسه ما دخلتش. يلا بقى تعالي، يلا ايه رأيك؟ بسم الله ما شاء الله. وفرنا ولا ما وفرناش؟ والله يا جماعة لو عملتوها في البيت هتفرق معاكم. اتعلمي تعملي عجينة صح، وانت ان شاء الله هتبطلي تشتريها اصلا من بره. بجد البيتزا كان طعمها حلو وخفيفة وهشة، وده اللي هوريهولك دلوقتي كده لما نقطعها ونشوفها. تعالوا بقى كده يلا بصوا معايا العجينة، وهوريكم التسوية بتاعتها من تحت. بصوا العجينة معايا وطنية بجد، كانت العجينة تحفة. بص السوا بتاعها حاجة كده جميلة. طبعا كانت سخنة ومش عارفة امسكها، فغصب عني سامحوني بجد ايدي اتلسعت. يلا بقى تعالى اوريكم التانية. ما شاء الله بجد هتعجبك، وبجد الريحة كانت جميلة. انا ما بحبش اشكر في اي حاجة اقعد اعملها، بس بجد لما الحاجة بتبقى كويسة ببقى حابة ان انتوا تجربوها. طبعا انا بعملها وانا مبسوطة وفرحانة ان بنتي ابتدت تاخد وصفاتي. بنتي صغنونة كده وجميلة بتاخد وصفاتي دلوقتي، بقت تعملها بتراجع الفيديوهات بتاعتي. وده كان الهدف من فيديوهاتي، ان انا احفظ الوصفات اللي ولادي بيحبوها اعملها في فيديوهات، وولادي بعد كده ياخدوها ويعملوها زي ما هم ايه كانوا بيحبوا الاكله اللي هم بيحبوني انا اعملها لهم بالشكل ده كده. بصي بقى البيتزا بتاعتنا، اوعدك هتبطلي تشتريها من بره. هي دي كانت وصفتي النهارده، وهي دي اكلتي. اتمنى تكون عجبتكم، وما تنسونيش في دعوه حلوه منكم. اشوفكم على خير في اكله جديده ووصفه جديده، والسلام عليكم.